في العلاقات في تفاصيل صغيرة جدا ساعات بنعدي عليها من غير ما ناخد بالنا، لكن الحقيقة إن التفاصيل دي بتفرق جدا وبتحدد إذا العلاقة هتكمل بشكل صحي ولا هتستنزفك وتوجعك. تخيل مثلا واحدة طول الوقت لما تتكلم عن تعبها أو ضغوطاتها يترد عليها باستهزاء زي يا سلام هو أنت أول واحدة في الدنيا تعبانة، أو كبر دماغك شوية بقى. الموقف ده مع التكرار بيكسرها من جوه، يخليها تحس إن مشاعرها مش مهمة، وده ريد فلاج واضح جدا. لكن لو نفس البنت لقت شريك بيسمعها كويس ويقول كلمة بسيطة زي عارف إنك تعبانة وأنا جنبك، هنا بتاخد إحساس بالدعم والاحتواء، وده جرين فلاج يخلي العلاقة تكمل وتكبر. وفي مثال تاني، شاب عايز يبدأ مشروع جديد، متحمس وفاكر نفسه يقدر، بس بدل ما ياخد تشجيع يسمع كلام زي انت فاكر نفسك مين؟ مشروع ايه اللي هتنجح فيه؟ في اللحظة دي الحماس بيخمد والثقة في نفسه بتتهز، وده كمان ريد فلاج. على العكس، لو لقى كلمة تشجيع زي جرب وأنا واثق فيك، حتى لو فشلت هتتعلم، الكلمة دي ممكن تفرق معاه وتكون سبب في نجاحه، وده طبعا جرين فلاج. وهو مثل بسيط من الحياة اليومية، بنت طالعة مع خطيبها أو جوزها في خروجة، بدل ما يكون مبسوط ويخليها ترتاح يقعد يعلق على لبسها أو طريقة كلامها. ليه لابسة كده؟ ما تتكلميش كتير. مع الوقت هي بتحس إنها مش مقبولة زي ما هي، وده ريد فلاج بيخنق العلاقة. بينما لو قالها انت شكلك جميل جدا النهاردة، أو مبسوط إنك معايا، كلمة صغيرة زي دي تخليها تفتح قلبها أكتر، وده جرين فلاج. وبرضه في الشغل أو الدراسة، شاب قاعد يذاكر أو عنده ضغط في الشغل ويشارك شريكته إنه تعبان ومضغوط، لكن بدل ما يسمع كلمة مساندة ترد عليه ببرود هو أنا ناقصة وجع دماغ. الرد ده بيوجعه أكتر من تعب الشغل نفسه، وده ريد فلاج. لكن لو لقت شريكة تقول له خد وقتك وأنا موجودة لو محتاج تفضفض، هنا بيطمن ويحس إنه مش لوحده، وده جرين فلاج. مرات السيطرة بتدخل جوه العلاقة من غير ما ناخد بالنا، زي حد بيسأل أسئلة طول الوقت، ليه كلمت فلان؟ ليه نزلت الصورة دي؟ كنت فين؟ السيطرة دي بتمسح الحب وتحوله لقيود، وده ريد فلاج خطير. بينما لما يبقى فيه ثقة وحرية والاتنين يدوا لبعض مساحة شخصية من غير شكوك زايدة، دي علامة صحية جدا، وده جرين فلاج. وفي مواقف أصعب زي وقت المرض أو الضعف، لو الشخص لقى نفسه محتاج حضن أو كلمة لكن شريكه مش موجود أو بيتجاهل، دي حاجة توجع جدا، وده ريد فلاج. لكن أوقات كلمة طمأنة بسيطة زي أنا معاك ما تقلقش، أو حتى رسالة صغيرة بتسند أكتر من أي حاجة تانية، وده جرين فلاج مهم جدا. وبرضه من الحاجات اللي بتكسر الثقة الوعود الكاذبة، شخص يوعد كتير من غير ما ينفذ، يخلي الكلام كله بلا قيمة، وده ريد فلاج واضح. أما الشخص اللي يوعد قليل لكن دايما بينفذ حتى لو بوعد بسيط، ده اللي يثبت مصداقيته، وده جرين فلاج يخلي العلاقة أقوى. وما ننساش حاجة مؤلمة جدا، المقارنات. لما واحد أو واحدة يفضلوا يقارنوا شريكهم بغيره، زي شوف فلان ناجح إزاي، أو بنت خالتك أشيك منك، المقارنات دي بتخلي الشخص يحس إنه مش كفاية، وده ريد فلاج بيدمر الثقة. بينما التقدير الحقيقي بيبان في جملة بسيطة زي أنا مبسوط بيك أو فخور إنك في حياتي، وده جرين فلاج يحافظ على الحب ويخليه يزيد. الخلاصة إن العلاقة اللي مليانة استهزاء، سيطرة، وعود كاذبة، مقارنات، أو اختفاء وقت الحاجة، دي كلها ريد فلاجز. لكن العلاقة اللي فيها تشجيع، ثقة، مصداقية، دعم وتقدير، دي كلها جرين فلاجز تستاهل تتمسك بيها. النصيحة هنا، اسمع لقلبك بس ما تغفلش عقلك. خلي بالك من التفاصيل الصغيرة اللي بتتكرر. لو لقيت ريد فلاجز كتير ومفيش تغيير، خد خطوة وفكر بجد. ولو لقيت جرين فلاجز بتتكرر، تمسك بيها وحافظ عليها. ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير ومنشن لحد محتاج يسمع الكلام ده. واستناني في الفيديو الجاي، ازاي تتصرف لو لقيت ريد فلاجز كتير في علاقتك.